تحياتي هاني حبيب وفيديو جديد من مشجع زملكاوي. الموضوع الأول اللي هنتكلم فيه صورة بألف معنى بتلخص المشهد الكروي اللي احنا بنعيشه. انبطاح وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي أمام رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. الصورة اللي قدامك دي كانت يوم عزاء المستشار أحمد البكري الله يرحمه، وهي زي ما قلت لحضرتك بتلخص لك المشهد الكروي بأكمله، وكيف تنبطح المؤسسات الرياضية في مصر متمثلة في وزير شلة الغردقة الدكتور أشرف صبحي أمام النادي الأهلي متمثل في رئيسه محمود الخطيب زعيم شلة الغردقة. زمان قبل ظهور الأديان السماوية كانت الناس بتعبد الأصنام وبتعبد آلهة مختلفة، وعشان الآلهة دي تبقى راضية عنهم وعشان يتقربوا منها كانوا بيقدموا قرابين إلى هذه الآلهة. القرابين دي كانت عبارة عن ذبح طيور، ذبح حيوانات، المهم أي حاجة تتذبح عشان الإله ده يبقى راضي عنهم. نفس الحاجة بتعمله دلوقتي المؤسسات الرياضية لما خدت قرار انها تذبح نادي الزمالك ورئيسه وجمهوره وتقدمه قربان الى الاله القروي في هذا العصر محمود الخطيب. تم ذبح الزملكاوية في العلن وامام الجميع، ويا ويلك لو فتحت بقك يوم ما تقول الكلام ده تبقى انت اللي بتثير الفتنة، مش الفساد اللي بيحكم كرة القدم هو اللي عامل الفتن كلها وهو اللي بيثير العصبية كلها، وكل القرارات الخطأ اللي بتتاخد ضد نادي الزمالك وهذه البلطجة السياسية والكروية التي تمارس على هذا النادي هي اللي بتثير الفتن. لا، صرختك انت هي اللي بتثير الفتن. انت المفروض تتذبح وما تقولش اي. طب كل ده بيتم ليه؟ ليه بيتم ذبح نادي الزمالك وتقديمه قربان تحت رجل محمود الخطيب؟ هل لإرضاء محمود الخطيب فقط؟ الكلام ده اتكلمنا فيه كتير وقلنا في جهات كتير بتستفيد من ورا انتصارات النادي الأهلي، لكن النهاردة هركز على حتة معينة وهي قطاع عريض من جماهير النادي الأهلي. بيتم ذبح نادي الزمالك وتقديمه قربان لمحمود الخطيب لإرضاء من وراء محمود الخطيب من قطاع عريض من الجماهير. فالتقارير الأمنية بتقولك إيه؟ بتقولك إنه في قطاع عريض من الشعب الذي ينتمي إلى النادي الأهلي هو مزيج من 3 حاجات أو كوكتيل من 3 حاجات. أولا الأخوان، ثانيا البلطجية والمرتزقة يعني العواطلية، ثالثا الطبقة دون المتوسطة يعني تقدر تطلق عليهم الفقراء. وده الكلام ده مش عيب، هي التقارير الأمنية على فكرة بتقول الكلام ده. الكوكتيل ده على بعضه عامل قلق سياسي عند الدولة. حد دلوقتي هيطلع يقول لي يعني مفيش زملكاوية اخوان؟ يعني مفيش زملكاوية عواطلية ومرتزقة وبلطجية؟ يعني مفيش زملكاوية بينتموا الى الطبقة دون المتوسطة؟ هقول لك اكيد فيه، لكن لما نيجي بنتكلم على الاغلبية، ودايما لازم تعمل حساب الاغلبية لان هي اللي بتمثل الخطورة. هذا الكوكتيل اللي كلمتك عنه ايا كان بقى اسمه، عايز تسميه التراس، عايز تسميه قطاع عريض من الجماهير، ايا كان المسمى مش هتفرق معانا. زي ما قلت لك عامل قلق عند الدولة. يعني ايه عامل قلق عند الدولة؟ يعني التقارير الامنية بتقول لك انه هذا الكوكتيل من الجماهير او هذا القطاع من الجماهير بيتحكم بشكل كبير في الشارع المصري باكمله. وهذا القطاع اذا انتفض وهاج وغضب ممكن يحدث نوع من الفوضى في الشارع المصري. بمعنى ايه الفوضى؟ يعني ممكن يكونوا شرارة لثورة كبيرة تحصل. فعلشان كده زي ما بقول لحضرتك هذا القطاع بيعمل له حساب او بتعمل له مليون حساب الدولة. فعلى سبيل المثال مثلا هذا القطاع كان له تأثير على الشارع في ثورة 2011 لما اتعزل مبارك، كانوا في مقدمة الصفوف وقادوا هذه الثورة، وبالتالي هم ممكن يعملوا حراك في الشارع المصري، ولازم يتم السيطرة عليهم من خلال إرضائهم وتحقيق الهدوء في داخلهم أو يحققوا لهم نوع من أنواع الهدوء لما لهم من سيطرة على الشارع.
وهنا الدولة كانت قدام اختيارين، يا إما تحقق العدالة يا إما تذبح الزمالك وتقدمه قربان لمحمود الخطيب علشان ترضي من وراء محمود الخطيب من قطاع جماهيري اللي احنا اتكلمنا عليه. وبلا شك إن العدالة كانت بتصب في مصلحة نادي الزمالك في التوقيت ده، فالمستشار مرتضى منصور كان عامل منظومة قوية داخل نادي الزمالك مخلية الزمالك دايما على منصات التتويج. الزمالك كان مرشح بقوة إنه يفوز ببطولة أفريقيا، يفوز بكأس مصر، يلعب السوبر الافريقي قدام نهضة بركان، فكان ممكن يحصل ثورة. يعني عايزك تتصور معايا لو الزمالك كسب كل البطولات دي كان موقف جماهير الاهلي من ادارة الاهلي كان هيبقى عامل ازاي. كان ممكن تحصل ثورة غضب من الجماهير على ادارة الاهلي وادارة محمود الخطيب. الكلام ده مش تأليف من عندي، لانه حصل قبل كده لما ساءت نتائج الاهلي في عصر محمود طاهر. الجماهير نزلت ضربت اللعيبه جوه ارض الملعب. تعال نفكرك بالمشهد ده ونرجع نكمل كلامنا. دخلوا الملعب. فين بحسن غالي اهو، بص عند الجول، بيتزنق عند الجول دلوقتي. خلي الامن يمسك بحسن غالي بيتزنق عند الجول. هو ده الجمهور يا جماعه، ده بلطجه والله، بلطجه. حتى لو اللعيبه زفت ما ينفعش. وهو ايه فين الاداره اللي تتدخلوا من اداره فاشله، مجلس اداره فاشل. وعلشان يتلاشوا ثورة غضب زي اللي انت شفتها من شوية دي، لو الاهلي كان خسر بطولة افريقيا والزمالك كسب بيها، خافوا ان الجمهور ده ينتفض، وخافوا ان الجمهور ده يقلب على ادارة الخطيب ويبدأ انه يكون في نزول لهذه الجماهير يعبروا فيها عن غضبهم. وبالتالي زي ما قلت لحضرتك ممكن الموضوع يسيس، يعني بدل ما يبقى غضب كروي الامور تتاخد بطريقة تانية وتمشي في اتجاه ضد السياسة الحاكمة او النظام الحاكم للدولة. علشان كده كان الاختيار هو ذبح الزمالك علشان يتلاشوا ثورة غضب زي اللي انتوا شفتوها من شوية دي. ودلوقتي هفرجك على مقطع بيوريك مدى سفالة وخطورة هذا القطاع من الجماهير. لكن قبل ما نتفرج على المقطع ده هجاوبك على السؤال اللي في دماغك دلوقتي، هل أخطأ مرتضى منصور لما اختلف مع الوايت نايتس؟ ما هو دلوقتي عندك الأهلي بيحتمي في الألتراس أو بيحتمي في هذا القطاع الجماهيري. إجابة السؤال ده حاجتين، أولا اللي بيعمله الأهلي هو اللي غلط، مش اللي بيعمله الزمالك هو اللي غلط. يعني إن أنت تحتمي بهذا القطاع من الجماهير عشان تضغط على الدولة فالدولة تخاف منك فتحقق لك البطولات اللي أنت عايزها عشان ترضي الجماهير دي، هو ده اللي غلط. واللي عمله مرتضى منصور إن هو مش عايز يسيس الأمور ويستخدم الجماهير في الضغط على الدولة، هو ده الصح حتى لو انت شايفه غلط. تاني حاجة زي ما قلت لك، مش انا حتى اللي بقول، دي التقارير الامنية بتقول لك انه هذا القطاع الجماهيري اللي هو منتمي للاهلي اكبر كتير من الخليط ده المنتمي للزمالك. يعني لما هتقارن الالتراس بالوايت نايتس، لا الالتراس هو اكثر خطورة من الوايت نايتس، بدليل ان هو انت ما تسمعش عنهم حاجة دلوقتي. وما تقوليش هو مرتضى منصور اللي حلهم، هم خدوا وقتهم وانتهوا خلاص. ما هو مرتضى منصور مشي دلوقتي مش موجود، هم فين ظهورهم؟ مش موجودين. لكن زي ما بقول لحضرتك دول هم الغالبية العظمى اللي ممكن تأثر على الشارع المصري طبقا للتقارير الأمنية. تعال بقى نطلع نشوف المقطع ده ونرجع نكمل كلامنا. فزي ما شفنا كده هذا الجمهور وهو بيتنمر على شيكابالا بمنتهى قلة الأدب ومنتهى السفالة، شفنا ازاي بيشجع بطريقة هستيرية، بيشجع بظهره كأنه مبرشم، يعني حاجة مقرفة بصراحة. لكن السؤال هنا، هل في علاقة ما بين الجمهور ده وإدارة الأهلي؟ يعني إدارة الأهلي بتقصد إنها تستغل هذا الجمهور للضغط على الدولة؟ أيوة في علاقة وبيقبضوا من النادي الأهلي نفسه. تعال نطلع المقطع ده ونرجع نكمل كلامنا.
لو انت اهلاوي بحق ربنا ما تسيبش حق الاهلاويه، ما تسيبش شيكابالا، ما تسيبش عبد الله ليا، ما تسيبش ايمان عاشور، محدش يسيبهم. ليلتهم سودا بامر الله، ليلتهم سودا بايد الاهلاويه. مش انت اهلاوي بجد تجيب حق نفسك، هو ده اللي انا اعرفه بس كده. ان شاء الله انا كل ثقه في كل راجل جدع اهلاوي، كل راجل جدع بحق ربنا كل ثقه فيه. النهارده يوم اسود على شيكابالا، يوم اسود على عبد الله. ده واحد عمال يثير الفتنة، بعد كده بيتهموا جمهور الزمالك اللي هو بيكشف الحقائق ان هو اللي بيثير الفتنة. يعني مثلا لو حضرتك طلعت تتكلم او انا بتكلم يقولك انا بأثير الفتنة، لكن هو ده ما كانش بيثير حاجة ولا بيثير التعصب. المهم انا عايز اوصلك لحاجة، هل في علاقة ما بين محمود الخطيب او ادارة النادي الاهلي والناس دي؟ يعني الناس دي بتاخد فلوس وبيتقال لها انها تثير الفتن وتثير التعصب وانها تضغط على الدولة، وان هو كارت بيستخدمه الاهلي للضغط على الدولة؟ طبعا. فزي ما انت شايف صورة الاخ اللي كان بيتكلم من شوية مع محمود الخطيب. مش بس كده، تعال افرجك على المقطع ده ونرجع نكمل كلامنا. حاجه العمري زرار ورانيا والضماطي والناس دي كلها، كان كل واحد بيديني 5000 جنيه كده كل شهر علشان اطلع اشتم مرتضى منصور وتركي الشيخ. يلا بقى يلا. مش انتوا تقولوا لي انت بتقبض؟ انا كنت بقبض من النادي الاهلي عشان اشتم الناس دي. ايه رايكم بقى تعملوا ايه؟ قولوا لي. الناس دي كانت بتديني مرتب شهري كده عشان اطلع اشتم في مرتضى منصور اللي هم مش قادرين يردوا عليه وفي تركي الشيخ. ده اعتراف رسمي نظمي فهمي بان الاهلي بيستغل هذا القطاع من الجماهير عشان يرهب الدولة، علشان يشتم الجيش، عشان يشتم مرتضى منصور ومنافسيه. يعني عشان الاهلي يشتم منافسيه زي مرتضى منصور، زي تركي الشيخ، عشان يشتم اي حد هو عايز يشتم عليه. ورقة ضغط بيستخدمها الاهلي، وللأسف الدولة بتستجيب لهذا الضغط، فتقوم مقدمة الزمالك قربان للأهلي علشان الجمهور ده يرتاح ويرضى ويبات مبسوط. عشان كده كان من الطبيعي جدا ان انت تشوف الصورة دي، انبطاح المؤسسات الرياضية امام النادي الاهلي خوفا من هذه الجماهير. والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي بقوة، او بصراحة هما سؤالين. السؤال الاول، هو ليه انتوا بتحاسبوا مرتضى منصور اللي عمره ما رضي يستغل هذه الجماهير في الضغط على الدولة وارهاب الدولة علشان الدولة توجه له بطولات، وسايبين الخطيب اللي هو بيدفع للناس دي فلوس علشان يشتمكوا ويشتم الجيش ويشتم الشرطة ويضغط عليكوا وتتوجه له البطولات عشان الشعب ده يبات مبسوط، او البلطجية دول يباتوا مبسوطين؟ والسؤال التاني اللي بيقولك مرتضى منصور بيشتم، هو ده ايه؟ يعني انت لما تدفع فلوس لواحد عشان يطلع يشتم، هو ده اسمه ايه؟ ما هو ده اسمه برضه شتيمة. يعني انتوا بتحاسبوا مرتضى منصور على ايه؟ بتحاسبوا هذا الرجل الوطني اللي ما استغلش جماهيره ضدكم، وسايبين هذا الرجل اللي بيدفع فلوس للجماهير عشان تطلع تشتمكم. ايه الانبطاح اللي انتوا فيه ده؟ والموضوع التاني اللي هنتكلم فيه ان انا هواجه كلامي للمسؤولين في الدولة، من اكبر مسؤول لاصغر مسؤول. لو حضراتكم دلوقتي بتحاكموا مرتضى منصور لتهمتين، التهمة الأولى إن أنتوا بتقولوا إنه مرتضى منصور كل ليلة بيطلع يتجاوز في شخصيات معينة، وإنه هذا التجاوز بيثير الفتن وبيثير التعصب. طب ما حضرتك من شوية شفت كيف استغلت إدارات الأهلي على مدار تاريخه الجمهور في إرهاب الدولة وإرهاب المنافسين، وكيف أن إدارة الأهلي الحالية بتدفع فلوس لناس عشان يطلعوا هم كمان يشتموا. يعني حضرتك إيه الفرق لو أنت هتحاكم مرتضى منصور على التهمة دي؟ ما تحاكم كمان مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب على نفس التهمة. أنت ليه بتحاكم ده وسايب ده؟ والتهمة التانية اللي انتوا بتحاكموا بيها مرتضى منصور، انه البعض طالع يقول انه مرتضى منصور بيتجاوز او تجاوز في حق بعض الرموز السياسية. ماشي يا سيدي، لكن في نفس الوقت الراجل ده كان بيطلع في كل مداخلة
يدافع عن الجيش ويدافع عن الشرطة. طب ما تيجوا نشوف حسن حمدي كان بيعمل ايه، وتيجوا نشوف تاريخ حسن حمدي. غير انه حسن حمدي نهب وكالة الاهرام للاعلان، كان له علاقة وطيدة بالاخوان. حسن حمدي بعد ثورة يناير اعتبروا الاخوان من الفلول وكانوا عايزين يقوموا عليه. فاللي حصل ايه؟ ان هو وسط ما بينه وبين الاخوان ابو تريكة، وابو تريكة قدر ان هو يسترضي الاخوان عليه، يعني يخلي الاخوان راضي عنه مقابل فلوس. الفلوس دي كانت عبارة عن ايه؟ انه حسن حمدي وهو رئيس النادي الاهلي يزود عقد ابو تريكة، وفرق الفلوس ده يروح لتمويل الاخوان. مش انا اللي بقول، تعال نشوف توفيق عكاشة وهو بيحكي الحكاية. بلوة قد التانية 150 مرة. الاخوان المسلمين ومعروف ان فلول، زي ما الاخوان كانوا بيقولوا عليه فلول، فطبعا الاخوان عايزين يخلصوا عليه. مين الواسطه اللي عند الاخوان؟ مين اللي من الاخوان المسلمين؟ زبل ابو تريكه. فقام زبل ابو تريكه توسط لحسن حمدي عند الاخوان، في مقابل ان حسن حمدي قال له هعمل لك كل اللي انت عايزه يا زبل. والله يا زبل لو زبلت ومليت النادي الاهلي زباله كلها مش هتكلم ابدا، بس عديني من الاخوان. قال له حاضر. وبالفعل راح زبل ابو تريكه، قعد عند المرشد اللي ضيع مصر او كان عايز يضيع مصر، وقعد له واستربع وقعد جنب منه، وقال له حسن حمدي يا سياده المرشد، وبس ايده 3 مرات قبل الاكل وبعد الاكل. وبعدين قال له نعقد صفقه بين الاخوان وبين حسن حمدي. الفلوس اللي هيديها له زياده، اللي هيديها النادي الاهلي زياده، هتبرع بقى للجماعه. وهو حسن حمدي عارف الكلام ده، واتفق مع حسن حمدي ان هو يميز زبل ابو تريكه بقرشين في مقابل ان القرشين دول يروحوا للجماعه. وايه؟ ويتقفل الملف بتاع حسن حمدي. عرفتوا قصه؟ يعني يا حضرات، معقولة هذا الرجل اللي طول الوقت يمدح في الشرطة والجيش هو اللي يتحاسب، وحسن حمدي اللي كان ممول الأخوان اللي هم ضد الشرطة والجيش يتساب ويتكرم؟ آخر موضوع هنتكلم فيه، هنتكلم شوية عن أحوال الفريق، عن احتراف مصطفى محمد اللي أغضب الكثير من الجماهير، أو رغبة مصطفى محمد في الاحتراف اللي أغضبت الكثير من جماهير نادي الزمالك. فمنذ قليل والجديد اللي حاصل في الموضوع إنه مصطفى محمد بلغ إدارة الكورة الحالية بنادي الزمالك إنه في عرض جاي له من سانت تيان الفرنسي ب4 مليون دولار، غير 1.5 مليون دولار حسب المشاركات أو عدد أو نسبة المشاركات والأهداف اللي هو هيجيبها. يعني ياخدوا 4 مليون دولار دلوقتي، وبعدين في 1.5 مليون دولار هيتوزعوا حسب مصطفى محمد هيلعب كام مباراة وهيجيب كام جول. ولجنة الكورة طلبت من مصطفى محمد مهلة للتفكير وهترد عليه، وفي أغلب الظن إنها هتوافق على رحيل مصطفى محمد. بالنسبة لساسي وأوباما فالكلام رايح إنه ما بين بكرة أو بعده، خصوصا ساسي، هيتم التوقيع الرسمي والإعلان الرسمي بالنسبة للاتنين لعيبة دول. طيب، هل ده معناه انه لجنة الكورة اللي موجودة دلوقتي بتشتغل لصالح الفريق؟ انا باكد لك انه كان دور لجنة الكورة دي انها تدمر هذا الفريق تدمير كامل، لكن واضح كده انه كان في ضغط جماهيري معين، في صحصحة من الجماهير عرفت الملعوب، فواضح انه تم تأجيل موضوع تفريغ اللعيبة ده لبعد كده شوية، وهيفرغوهم واحد واحد. لكن ما تأملش خير في ظل وجود هذه اللجنة، يعني ما تتوقعش انه هيكون في خير طول ما هذه اللجنة هي اللي بتحكم كرة القدم في نادي الزمالك. فالنهاردة الصبح كنت بتكلم مع رمز إداري زملكاوي قديم، يعني كان موجود في إدارة نادي الزمالك في عهود سابقة، أكد لي إنه اللجنة اللي ماسكة الكورة دلوقتي أفرادها من الزملكاوية
هم اكتر ناس باعوا نادي الزمالك في السابق. فعندك واحد بدون ذكر اسماء لانه رفض ان انا اذكر اسماء، لكن انتوا هتعرفوهم، في مباراة شهيرة بين الاهلي والزمالك في كاس مصر زمان خد فلوس من النادي الاهلي عشان يفوت هذه المباراة، وانتهت لصالح الاهلي 4-2. هذا اللاعب القديم عامل فيها رمز من رموز نادي الزمالك، وبيتلون حسب الادارة اللي موجودة ومش صاحب موقف. وعندك التاني هو دلدول شوبير، عمال يسرب له في اخبار الفرقة، وعمال يسمع كلام شوبير اللي هو بيتحكم في الفريق من خلاله. غير انه كمان له قريب كان بيلعب كرة برضه في الزمالك. القريب ده كان بياخد فلوس كان ماسك قطاع الناشئين، كان بياخد فلوس من الناشئين عشان يلعبهم المباريات. ولما مرتضى منصور عرف مشاه من النادي، فراح قالب على مرتضى منصور. وبالتالي انت عندك لجنة كورة غير امينة على الفريق، لكن بسبب الجماهير والصحصحة اللي هم فيها وان هم واقفين ومراقبين كل حاجة، فالكلام ده ممكن ان هو ما يتمش او يتعمل بطريقة تانية تاخد وقت، ويكون المستشار ان شاء الله رجع وحط نوع من انواع الاستقرار. فانا اللي بطلبه من الجماهير دايما انها في الوقت ده زي ما هي مركزة على عودة مرتضى منصور، تركز على ثبات هذا الفريق وما تخليش حد يعبث بهذا الفريق. طول ما انت عامل ضغط، طول ما الدولة نفسها هتخاف انها تثير الرأي العام الزملكاوي. ويكفي اللي عمله الرأي العام الزملكاوي عند عزل مرتضى منصور والصوت العالي اللي وصل للفيفا. فهم عاملين، وبأكد لك عاملين 1000 حساب للجمهور اللي هو دلوقتي الرمز الحقيقي لنادي الزمالك، وواقف حائط صد ورا اي مؤامرة او قدام اي مؤامرة من شأنها انها تدمر فرقة كرة القدم او نادي الزمالك. فمن فضلكم صحصحوا قوي واهتموا بفرقة كرة القدم. هاشتاجات، كلام، منشورات، بضرورة الحفاظ على القوام الرئيسي لهذا الفريق موجود. ده كان آخر حاجة معانا. بشكركم جدا واشوفكم فيديوهات قادمة. شكرا.